أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا تابعونا على التليجرام والواتساب. النهاردة بقى معانا الجزء الأول من المراجعة النهائية، هنلم فيه أساسيات المحاسبة، القيود والترحيل. ركزوا معايا عشان ده الأساس اللي هيتبني عليه الامتحان كله. بالظبط كده، المفاهيم اللي هنقولها دي مش مجرد قواعد بنحفظها وخلاص، لا، دي اللغة اللي بيتكلم بيها عالم الفلوس والشركات. لو فهمتها كويس يبقى انت كده مسكت مفتاح كل اللي جاي بعدها. طيب خلينا نبدأ بفرق سريع ومهم. هو إيه الفرق بين المحاسبة وإمساك الدفاتر؟ بصوا ببساطة، إمساك الدفاتر ده هو الإزاي، يعني مجرد تسجيل العمليات اللي بتحصل كل يوم. لكن المحاسبة دي هي الصورة الكاملة، هي اللي هي تحليل وتلخيص كل البيانات دي عشان نعرف ناخد قرارات مهمة. يعني إمساك الدفاتر ده خطوة صغيرة جوه نظام المحاسبة الكبير. ودلوقتي نوصل لأهم حجر أساس في المحاسبة كلها، المعادلة المحاسبية. الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. دي القاعدة اللي بتضمن إن كل حاجة في الدنيا تفضل متوازنة. يعني كل اللي الشركة بتمتلكه اللي بنسميه الأصول لازم يكون له مصدر، يا إما جينا بفلوس من الديون اللي هي الخصوم، أو من فلوس أصحاب الشركة اللي هي حقوق الملكية. عشان نبسطها أكتر، تخيلوا معايا ميزان بكفتين، لازم الكفتين دول يفضلوا قصاد بعض بالملي. لو اشترينا أصل يعني الكفة اليمين زادت، لازم حاجة تحصل عشان التوازن يرجع. يا إما ندفع فلوس يعني أصل تاني في نفس الكفة يقل، أو نستلف يعني الكفة الشمال هي اللي تزيد. في كل الحالات الميزان لازم يفضل متساوي. ودلوقتي ندخل على أخطر جزء في المراجعة كلها، الجزء اللي لو فهمناه صح يبقى نص مشاكل المحاسبة اتحلت. قواعد المدين والدائن، ركزوا معايا قوي في اللي جاي ده. عشان نحفظهم وما نتلخبطش هنقسم كل حسابات الدنيا لفريقين اتنين بس. فريق المدين وده بيضم الأصول والمصروفات، والفريق التاني هو فريق الدائن وده بيضم الخصوم وحقوق الملكية ومعهم الإيرادات. إننا نعرف كل حساب تبع أنهي فريق ده يعتبر نص الحل. وهنا بقى القاعدة الذهبية نفسها. فريق المدين اللي هم الأصول والمصروفات طبيعتهم مدين، يعني لما يزيدوا يفضلوا على طبيعتهم مدين. طب لو قالوا نعكس طبيعتهم على طول ويبقوا دائن. أما فريق الدائن اللي هم الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات فطبيعتهم أصلا دائن، يبقى لما يزيدوا يفضلوا على طبيعتهم دائن، ولما يقلوا نعكس طبيعتهم ويبقوا مدين. يعني ببساطة كل فريق بيزيد على طبيعته وبيقل عكس طبيعته. يلا بينا نطبق القاعدة دي على مثال عملي وسريع عشان المعلومة تثبت. هنفترض إن الشركة اشترت آلات جديدة ودفعت ثمنها كاش. نحلل العملية دي إزاي؟ تعالوا نحللها واحدة واحدة. أول حاجة، الآلات دي من أنهي فريق؟ دي أصول يعني تبع فريق المدين. طيب هي زادت ولا نقصت؟ زادت طبعا، بقى عندنا آلات جديدة. وفريق المدين لما بيزيد بيبقى إيه؟ بيبقى مدين. ممتاز. نيجي للنقدية اللي هي الكاش، دي برضو أصل يعني من فريق المدين. طب زادت ولا نقصت؟ نقصت لأننا دفعنا منها. وفريق المدين لما بينقص بنعمل ايه؟ بنعكسه ويبقى دائن. يبقى القيد هو من حساب الآلات مدين إلى حساب النقدية دائن، والمعادلة لسه متوازنة زي ما هي. ممتاز جدا. دلوقتي بعد ما عرفنا نعمل القيد صح، تعالوا نمشي ورا رحلة أي معاملة مالية جوه الشركة. الرحلة دي ليها اسم وهو الدورة المحاسبية. الرحلة دي فيها 3 محطات أساسية. أول محطة هي التسجيل، ودي زي شهادة ميلاد العملية بتحصل في دفتر اليومية. تاني محطة هي الترحيل، هنا بناخد كل رقم ونوديه بيته أو الحساب بتاعه في دفتر الأستاذ. وآخر محطة هي التلخيص، ودي بنجمع فيها الأرصدة النهائية لكل الحسابات في ورقة واحدة اسمها ميزان المراجعة. أول محطة زي ما قلنا هي دفتر اليومية العامة، ده السجل الرسمي اللي أي عملية مالية بتتولد فيه. بنسجل فيه كل تفصيلة، مين المدين، مين الدائن، المبلغ كام، التاريخ، وشرح بسيط للعملية. كل حاجة بتبدأ من هنا. الخطوة التانية هي الترحيل لدفتر الأستاذ. تخيلوا إن كل حساب عندنا زي النقدية، الآلات وغيره له صفحة خاصة بيه على شكل حرف تي. بننقل كل مبلغ من دفتر اليومية للجانب الصح صفحته، المدين في الجانب المدين والدائن في الجانب الدائن، وكده بنجمع كل العمليات اللي تخص حساب واحد في مكان واحد. وبكده نكون وصلنا لآخر محطة في دورتنا المحاسبية الأولية، ميزان المراجعة. دي بقى نقطة التفتيش الأخيرة اللي بنتأكد منها إن شغلنا في التسجيل والترحيل كان مظبوط حسابياً. ميزان المراجعة ده عبارة عن قائمة بسيطة فيها كل الحسابات اللي عندنا والأرصدة النهائية بتاعتها سواء مدينة أو داينة. هدفه الأساسي هو إنه يتأكد إن المعادلة المحاسبية لسه متوازنة بعد كل الشغل اللي عملناه ده. وهنا بقى بتيجي لحظة الحقيقة، اللحظة اللي بنعرف فيها إذا كان في أي غلطة حسابية في الخطوات اللي فاتت ولا لأ.
ودي النقطة الفاصلة، لازم إجمالي الأرصدة المدينة يساوي إجمالي الأرصدة الدائنة. لو الرقمين طلعوا زي بعض بالظبط يبقى ده دليل حسابي إننا مشينا على القواعد صح، ونقدر نكمل وإحنا مطمنين ونعمل القوائم المالية. بكده هنكون حطينا الأساس القوي اللي هنبني عليه كل حاجة. فهمنا للقيود والترحيل هو نقطة البداية لأي عمليات محاسبية متقدمة جاية بعد كده. بكده نكون ضمننا أساسيات القيود. الفيديو الجاي الجزء الثاني هو الأهم، هنشرح فيه المحاسبة التجارية وقائمة الدخل الكبيرة. ذاكروا دول كويس وانتظروا الجزء الثاني. بالتوفيق يا أبطال.